السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى هنعمل ايه؟ كيكة البرتقال. عملتها معاكم كذا مرة، هنعملها تاني. اول حاجة هنقول بسم الله الرحمن الرحيم وصلى على رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام. معايا اول حاجة كوباية السكر دي، ومعايا البيضتين دول. اللي عايزة تحط 3 تحط، واللي عايزة تحط 2 تحط. هي بتنفع كده او كده. كده حطينا البيض والسكر، وهنحط كمان ايه الفانيليا. نحط فانيليا، وهنحط كمان يعني ايه نص كوباية زيت. هي نفس الكوباية. نص كوباية الزيت، وهروح اضربهم ايه في الخلاط. خلاص يا حبيبي، ضربتهم في الخلاط. رجعت لكم بقى ايه، جبت لكم هنا بقى ايه كوباية عصير برتقال. هنضربها برضو ايه في الخلاط. معايا هنا برضو ايه شوية قشر اللي هو المبشور بتاع البرتقال. حطوا معايا برضو. هنضربهم تاني في الخلاط. خلاص يا حبايبي، خلاص انا ضربت كله في الخلاط. هحط بقى الخليط في الطبق كده. هجيب بقى الدقيق. معايا بقى هنا المنخل. لازم الدقيق طبعا يتنخل علشان هو اللي فيه يعني. بصوا دي اول كوبايه. انا هاخد كوبايه كمان تاني، كوبايتين دقيق. المنخ بقى الدقيق يعني ايه يفوز في حاجه. ساعات بلاقي في والله عند الراجل بقاله كتير. لازم تنخلي الدقيق. هنا بقى هنعمل ايه. معايا البيكنج باودر ده هو البيكنج باودر. هحط عليه كده وانخله معايا. هنا بقى نسيت ايه، ما انا كل مره بعمل حاجه لازم انسى حاجه. هنا نسيت ايه، معلقه الخل. معلقه الخل هي اللي بتفتح الكيكه. مع ان انا ما حطيتش البسيسه خل وطلعت في منتهى الجمال والله. يعني ما حطيتلهاش خل وطلعت جميله صراحه. بس ممكن نحط هنا خل عادي يعني. نحط معلقه خل شويه كمان بس. هبتدي بقى ايه ان انا ايه خلاص كده. ما بحبش اطول الفيديو عليكم. خلاص كده يا حبايبي. بصوا العجينه عامله ازاي، سايله وجميله. معايا بس ايه شويه الزبيب دول. هحط عليهم حبه دقيق كده، هعصرهم كده بس بالدقيق علشان ما يتحرقش لما تيجي تحطيه انا بحب احط في البسيسه وفي الكيكه صراحه والله بيبقى طعمها جميل بالزبيب. بصوا اهي عصريه كده بالدقيق
عشان ما يتحرقش، لو نزل في القعر ما يتحرقش، ما يبقاش محروق. خلاص كده يا حبايبي، معايا الصينيه دي بقى ايه مدهونه سمنه او زبده او اي حاجه، المهم ايه كده اي ماده دهنيه. كده خلصنا الكيكه بقى الصينيه بتاعتنا. مش شفتي بس عشان ما حطيتها. طبعا انا في نص الكيكه كده وانا بعمل فيها ولعت الفرن. دلوقتي الفرن سخنه، احط الكيكه. اول ما احس ان هي ابتدت تقب كده بسيط، هروح موطيه عليها خالص وسايباها تستوي من جوه ومن بره. هرجع لكم بقى تاني يا حبايبي بعد ما تستوي ايه طبعا الكيكه. بعد ما تستوي هرجع لكم تاني. هاخدها بس الاول ارزعها رزعتين على الارض اهي. هاخدها بقى ارزعها كده بس على الارض كده بس كده رزعتين كده. هحطها بقى في الرف الوسطاني على 180، واول ما احس ان هي تقب شويه كده بروح موطيه عليها خالص وبتستوي من جوه. خلاص يا حبايبي الكيكه استوت اهي. شايفين بقى الجمال ده؟ جميله جميله. هنسيبها طبعا تبرد شويه وبعدين نقطعها. طبعا لما بتطلعوها بتختبروها سكينه نضيفه كده زي ما احنا بنعمل كل مره، وندخلها كده اهو. طلعت السكينه نضيفه ما فيهاش عجين، مش هتدخلها الفرن تاني. اهي السكينه نضيفه ما فيهاش اي عجين ولا حاجه. شويه بقى اما تبرد حبه هنروح مقطعينها. خلاص يا حبايبي اهوت الكيكه. طلع لكم حته تشوفوها بقى. طبعا هي ما بردتش قوي يعني، بس هي ايه حلوه يعني، حلوه بصراحه، طالعه فاتحه بقى وجميله اهي. ايه رايكم؟ هي طبعا لما بتبرد خالص بتبقى احسن يعني ايه، ما بتتفرولش ولا حاجه. هعملكوا حته تاني برضو يعني، حته حته. في الكيكه الجميله دي. بصوا بقى البرتقال ولا لازق ولا بيلزق ولا بيعمل. بشوف كيكه كده بيبقى فيها برتقال لازق، بصوا مش بيلزق في الايد ولا اي حاجه. دلوقتي بقول لكم يا حبايبي الفيديو خلص، وتعالوا اتفضلوا واشوف وشكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اتفضلوا كيكه البرتقال، والسلام عليكم يا حبايبي. وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.